يا مساء الخير. حلقة النهاردة من الحلقات اللي أنا مجهزة لها قلبا وقالبا، لأني مستنية في الآخر إن البودكاست بتاعنا ضمير مستتر يبقى بيديك نوع من الإحساس اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة. كنت بتساءل من فترة، أه ايه أهم صفة في حياتي أنا شخصيا وفي حياة أي حد في الدنيا. أه لحد ما توصلت لأحسن صفة ممكن تبقى في أي حد عموما. الصفة دي إنه يبقى الشخص اللي قدامك عمره ما يزهق منك، أو أنت عمرك ما تزهق منه. شخص يحسسك بأحسن حاجة ممكن تحسها في الدنيا، ألا وهي الونس. بتونس بيك وانت معايا. لما باجي أفكر في الحب عموما كفكرة، سواء بقى لأهل، لصحاب، لحبيب، مش بلاقي اي شرط من الشروط الاساسية، يعني غير الشروط الاساسية طبعا، مش بلاقي غير شرط واحد بس. لو اتحقق يبقى خلاص مبروك، انتوا ناس صادقة وناس فعلا بتحب بعضها. الونس. للأسف بعض الناس، ودي حاجة فعلا بتضايقني جدا عليهم، يعني ما هي مش بتضايقني انا شخصيا، هي بتضايقني عليهم ان هما فايتهم حاجات كتيرة قوي. بعض الناس فاكرين ان الونس هو انك تلاقي حد بيسليك، والحقيقة اللي بيخليهم يصعبوا عليا ان هم اختزلوا وظلموا كلمة تكاد تكون هي اصلا نقطة القوة في اي قصة انسانية، فانها مجرد ملء فراغ. لان الونس اكبر بكتير من انها مجرد تسلية او ملء فراغ. لو ما تعرفش معنى كلمة ونس او ما عشتش معنى الكلمة دي قبل كده، اولا انت فايتك حاجات كتير، وانا بشعر بالاسف تجاهك ان انت ما حسيتش الموضوع ده. بس تسمح لي قبل اي حاجة اقولك ايه هو الونس. الونس هو ما بعد الشعور بالحب، هو الألفة والأمان اللي بنحسهم مع الناس اللي بنحبها. وعلى فكرة مش كل الناس اللي بنحبها هنحس بالونس بوجودها، يعني هم ناس معينة بس اللي هتوصل مكانتهم في قلوبنا للدرجة دي من الحب. هنحب الناس كلها اكيد، كل الناس ممكن، على فكرة حد انت ما بتبقاش بتتونس بوجوده وبتحبه، بس في شخص تاني انت بتتونس بوجوده، فده درجة اعلى من درجات الحب. لما بنبقى عارفين نتكلم بكل راحة وبنبقى صراحة مع اللي قدامنا، بنحكي الغلط قبل الصح، وبنحكي المواقف اللي كنا وحشين فيها قبل المواقف اللي كنا كويسين فيها، مش خايفين ان هم يحكموا علينا او يفتكرونا نقصد حاجة غير اللي بتبقى في بالنا. ده كده شكل من اشكال الاحساس بالونس. الناس دي احنا ما بنشغلش بالنا معاهم هل احنا مسموعين ومفهومين ولا لا. مش محتاجين نبرر اي فعل، عشان هم لو قلنا تبرير بالفعل في دماغهم لغاية لما كل موقف يوضح قدامهم. الونس انك تعرف تقعد مع حد بالساعات تتكلم وتهزر من غير ما تزهق. وعلى فكرة الشخص اللي انت بتتونس بوجوده ده هو بيبقى عارفك وانت عارفه، لدرجة ان المواضيع اصلا ما بتنتهيش، انتوا عارفين بعض، فعارفين انتوا بتحبوا ايه وما بتحبوش ايه، ولو اتكلمتوا عن ايه هتبقوا في شغف في الكلام ده. فده بيبقى مساعدكم، وده اصلا بيبقى من غير تفكير او ترتيب، هو بيجي لوحده. ولو مفيش كلام وفضلتوا قاعدين ساكتين برضو مش هتزهقوا من بعض. يعني دي الفكرة، ان انتوا مش محتاجين تقعدوا تتكلموا. ممكن اغنية وكوبايتين شاي وحد انت بتحبه بتتونس بيه، بس خلصت. انتوا مش محتاجين تتكلموا، انتوا قاعدين مجرد قعدتكم مع بعض ونس. الونس هو لمة ناس شايلين جواهم خير من ناحية بعض. ولو انت حد مننا مننا يعني الجماعة بتوع
quality not quantity، ودايرتك صغيرة. وعلى فكرة برضو الناس بتوع الونس دول اصلا كلهم دايرتهم صغيرة، فهيبقى بالنسبة لك مش محتاج لما هو حد واحد بس، وجوده في حد ذاته لما فيها دفى اكتر من وجود 100 حد تاني. طب تعرف ان ساعات ممكن الونس يبقى مزيف؟ للأسف أوقات كتير من كتر ما بنبقى محتاجين لوجود شخص جنبنا نسند عليه ونشاركه، بنبدأ نتصنع ده مع حد احنا من جوانا عارفين ومتأكدين ان هو مش شبهنا، وبنبقى مستنيين حاجة من الاتنين: يا إما الشخص اللي قدامنا يتغير ويبقى شبهنا، وده مش هيحصل وما بيحصلش عشان مش طبيعي ان انا اجيب حد واشكله على مزاجي، يا اما اتوقع ان اللي قدامي هيمثل هو كمان ونكمل بقى في المسرحية دي مع بعض، انا بمثل وهو بيمثل واحنا الاتنين مش مرتاحين ولا على طبيعتنا. وفي الاخر بتبقى النهاية اننا بنبعد، لانك انت بتبقى ونيس ليه بس هو مش ونيس ليك، وانت اصلا بتبقى ونيس ليه لان انت بتمثل ده، انت عارف عنه كل حاجة وبتتصنع الاهتمام عشان بقى يرد هو نفس الموضوع. بتبقى النهاية ان احنا بنبعد لانك كممثل زهقت من التمثيل، وهو بيبقى مش حاسس ان في حاجة غلط لانك بالظبط انت مريحه، وهو فوق ده كله ما يعرفش ان انت كنت بتمثل لغاية لما خلاص انت مليت من الدور اللي انت عمال بتمثله ده. وده يمكن فكرني بكلام دوستويفسكي في كتاب اسمه الجريمة والعقاب، لما قال: كل الذين أحبوني وأحببتهم كنت أنا دائما الطرف الأكثر حبا لهم، فرغم قدرتي الضعيفة على التعبير لكني أقدم أشياء صادقة، أقدم أشياء ربما لا يعرفون قيمتها إلا بعد انتهاء علاقتنا. هم رائعون في البداية كالجميع، كلهم رائعون في البدايات، الونس، الأمان، الردود الطيبة والشغف. أما عني فكنت دائما أبحث عن ما هو بعد هذه الخطوة. فقط البدايات رائعة في كل شيء، لكن الوقت يبرد مشاعرهم، الوقت يكشف أن اقترابهم مني كان بدافع الفضول أو مجرد نوبات احتياج، فتعثروا بي لأعوضهم عن الفراغات التي يشعرون بها. لم يحدث يوما ووجدت من تغير لأجلي ومن حاول وضحى ليبقى بجانبي. الونس بيزود طاقتنا أضعاف، عشان بنبقى متحوطين بناس مؤمنة بينا أكتر ما احنا مؤمنين بنفسنا، ناس بتعرفنا على حاجات فينا ما كناش نصدق ان هي موجودة أصلا. واللي بيخلي ان احنا بنحب ناس أكتر من غيرهم هي النقطة دي بالتحديد، عشان الناس اللي احنا بنحس بالونس تجاههم هم الناس اللي بيساعدونا ان احنا نحاول نبقى افضل نسخة من نفسنا. ناس لما بتسمعنا مش بس بتنتبه، حتى لو احنا قلنا كلام متعاد 1000 مرة هم بيسمعوا كأنها أول مرة، هم كمان بيدوك ردود الفعل اللي انت بتبقى محتاج انك تشوفها حتى في تعابير وشهم. كلنا في الآخر أطفال من جوانا، مش محتاجين غير وش بيضحك وكلام يريح قلوبنا وإيد تطبطب علينا وكلمة ممكن تتقال في لحظة بس أثرها يقعد جوانا لآخر العمر. وعشان من أول الحلقة ما قلتش الجملة بتاعتي، من وجهة نظري المتواضعة أنا رأيي إن الونس بيحسسنا إن إحنا في بلدنا، في وطننا، في بيتنا. كل ده إحساس الونس، بس إحساس الونس في الشخص ده بيحسسك إن أنت في وطنك. وفي مثل بيقول: جنة من غير ناس ما تنداس، يعني احنا اصلا بنبقى محتاجين بعض. فتخيل هو بيقولك جنة من غير ناس ما تنداس، انت في الجنة وبرضه هتفضل محتاج للناس اللي انت بتحبها. وعشان اخلي الحلقة دي واقعية كنت سألت ناس حواليا كتير، وكان منهم صحابي عبد الرحمن أسامة، محمد مصطفى، ومحمد جمال، اللي حكولي عن الصفات اللي بتوصفها كلمة ونس، وهي الحاجات اللي انا قلتها لكم طول الحلقة دي، واللي كانوا بيتكلموا فيها وهم بيحكوا لي عن بعض، عن تأثير وجودهم في حياة بعض.
وتأثير وجودهم وكلامهم في الحلقة دي طبعا هو اللي طلعها بالشكل ده. في نهاية حلقتي أحب أشكرهم جدا على الإفادة اللي هم فادوها لي، وأحب أهدي الحلقة دي ل7 من صحابي بيحسسوني إن في بلدي وبيتي ووطني. وفي نهاية الحلقة أحب أدعي لكم ربنا يرزقكم جميعا بالونس والأنس والمؤانسة، ويعافيكم من الوحشة والغربة والوحدة. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.